لما تكوني جعانه ونفسك تعملي اكله سهله ولذيذه وبجد كده تفتح النفس وما تاخدش منك مجهود خالص، يبقى هي دي. تعالي بينا النهارده نعمل فطاير البيتزا العملاقه من غير ما نعجن ولا نمد ايدينا في العجينه. شايفه ما شاء الله الجمال بتاعها عامل ازاي؟ والله مطه الجبنه حاجه كده تفتح النفس، ولا عجينه طريه وهشه وحاجه كده من الاخر. هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، ويلا بينا على طول نشوف الطريقه والمكونات وباذن الله تعجبكم الوصفه. اول حاجه هنجهز طبق ونبدا ان احنا نجهز مكونات العجينه. معايا 3 كوبايات من الدقيق، استخدمي اي كوبايه في مطبخك طبعا. والدقيق بتاعنا دقيق مخبوزات. هبدا ان انا اضيف عليه اول حاجه 4 معلقه صغيره من الملح، طبعا الملح بيظبط طعم العجينه. وهضيف كمان معلقتين كبار من السكر، معلقه كبيره ممسوحه من الخميره الفوريه، معلقه كبيره كده من اللبن البودر. وهنظبط العجينه بتاعتنا، عايزينها كده عجينه طعمها وقيمتها الغذائيه حلوه قوي. هضيف عليها معلقه كبيره من اللبن البودر ومعلقه كبيره من المايونيز، كمان معلقه زبادي. معايا كوبايه ونص من الحليب الدافي او الميه، لو عايزه تستخدمي ميه تمام. انا هضيف الاول كوبايه وربع من الحليب الدافي. انا ضفت اول كوبايه مره واحده، وبعد كده بدات ان انا اضيف واحده واحده. طيب كان الحليب خلص، ضفيت شويه ميه صغيرين وكملت بيهم العجين بالمعلقه. وهدي تقليب بالشكل ده كده. بصوا مش همد ايديا خالص، هي بالمعلقه بس. واول ما الدقيق يختفي يا جماعه هضيف ربع كوبايه من الزيت، وابدا برضو ان انا اقلب تاني بالشكل ده. حاجه كده سهله جدا وبسيطه، ان شاء الله لما تجربوها تعجبكم. خلاص عجنتها بقى كويس كده بالمعلقه بالشكل ده كده تمام قوي. ننضف بقى المعلقه من العجين اللي فيها. بصوا التلزيقه والعجينه الطريه دي هتدينا نتيجه كويسه جدا، وهتديني لقمه طريه وكمان طعمها لذيذ. لو حابه بقى تعجني بايديكي وتخليها عجينه متماسكه عشان تعرفي تشتغلي بيها اللي يريحك، لكن بصراحه ادتني نتيجه ممتازه. هبدا بقى ننضف المعلقه بالشكل ده، والم العجينه اللي في جوانب الطبق، وهغطي عليها بكيسه وبفوطه. وطبعا ما ننساش رش الدقيق بس عشان الكيس ما يلزقش في العجينه، وفوطه، ونركنها على جنب تختمر. نسكت؟ لا ما نسكتش خالص، على ما تكون اختمرت نجهز بقى الصلصه السريعه اللي هنطعم بيها الفطاير بتاعتنا. معايا 3 معالق كبار من الكاتشب ومعلقتين كبار من صلصه الطماطم. نبدا بقى ان احنا نتبلهم كده برشه ملح. طبعا كان اخر شويه صلصه فشطفت البرطمان. ضفت كمان معلقه كبيره من الزيت ورشه ملح ورشه سكر. وكمان هضيف يعني نص معلقه صغيره من الزعتر المجفف. ومعايا كده ايه رشه بسيطه من الفلفل الاسود، وربع معلقه صغيره توم باودر، وربع معلقه صغيره بصل باودر. وهي دي كل التوابل اللي انا ضفتها على الصلصه. نقلب بقى كويس جدا، وبكده معاكي صلصه بيتزا بصوا سريعه وسهله وطعمها جميله جدا. ممكن تضيفي كمان رشه شطه. خلاص قلبناها كويس، نركنها على جنب بقى. وتعالوا نشوف الخضار اللي هنقطعها. زي ما انتم شايفين معايا بصل وطماطم وفلفل. شفتوا انتوا الحركه اللي عدت دي؟ في ثانيه قطعت الخضار. تعالوا بقى هنا نرجع للعجينه بتاعتنا، كانت ما شاء الله اختمرت وبقت زي الفل. رشه دقيق معتبره كده على رخامه المطبخ علشان خاطر العجينه ما تلزقش. وهبدا بقى ان انا انزلها بالشكل ده كده. ناخد كل العجينه اللي في الطبق، ما نسيبش ولا فتفوته عجينه. حطيت لك بقى ولا لسه؟ يا ريت تحط لايك وتكتبي له كومنت كده يشجعني ان انا دايما اقدم لكم كل الوصفات السهله والبسيطه اللي ان شاء الله تقدروا تجربوها وتخرج معاكم ناجحه. خلاص هبدا بقى ان انا الم العجينه بالشكل ده كده، وهبدا اقطعها يعني على حسب ما انا عايزه الحجم. واحاول طبعا على قد ما اقدر الحجم كله يكون واحد. باخد كده رشه بسيطه من الدقيق على ايديا علشان خاطر برضو العجينه ما تلزقش. خلاص على طول كده هبدا ان انا اقطعها بالشكل ده. وطبعا ما ننساش في الوقت ده بقى نولع الفرن علشان خاطر يسخن كويس جدا. خلاص بعد ما قطعنا العجينه كده، معايا بقى رشه دقيق على الرخامه وايديا مدهونه كده دقيق. هبدا ان انا افرد العجينه بالشكل ده كده. لما تحس ان هي هتلزق معاكي خدي رشه دقيق بسيطه. خلاص حلو قوي كده العجينه ما شاء الله، ولا محتاجه نشبه ولا محتاجه خلاص. انتوا شايفين اصلا هي طريه على الاخر، مش متحمله اصلا ان احنا يعني نلعب فيها يعني. خلاص هبدا بقى ان انا اظبط العجينه بالشكل ده واديها شكل المثلث من الطرفين. خلاص حلو قوي كده، وهشيلها واحطها في صينيه الفرن. الصينيه اللي انا مستخدماها ما دهنتهاش اي حاجه طبعا. هشكل معاكم واحده تانية بالشكل ده كده. بصراحه القطاعه بتاعه العجين بتسهل عليا شويه، خاصه ان انتوا شايفين ان العجينه طريه. رش الدقيق بقى وافردي، واديها الشكل اللي هو المثلث من الطرفين زي ما اتفقنا. وحلو قوي كده.
حاجه كده من الاخر باذن الله تفتح النفس. وبصراحه الولاد حبوها جدا وحبوها بالطريقه دي كتير يعني. خلاص هبدا بقى ان انا اعمل كل كميه بنفس الطريقه، وادي الصينيه ممكن كمان ان انا افردها واخدها على الصينيه اديها الشكل اللي انا عايزاه. خلاص ما شاء الله الصينيه دي اخدت معايا 6 وحدات، وما شاء الله حجمها كويس، يعني الواحد من الولاد هياخد واحده هتكفيه زياده كمان. خلاص نظبط بقى الشكل بالطريقه دي. ومعايا بعد كده شوكة، هبدأ بقى ان انا اعمل فتحات في العجينه من جوه، علشان خاطر انا مش عايزاها ترتفع، انا عايزه العجينه تفضل معانا السمك بتاعها رفيع شويه، مش عايزاها تكون تخينه. طبعا لو انت بتحبها تخينه اتحكمي في سمك العجينه على حسب ما بتحبي. هبدأ بقى ان انا اوزع الصلصه بالشكل ده كده على الفطاير من جوه، حاولي ما تخرجيش الصلصه على الاطراف. خلاص بعد كده بقى نجيب الخضار اللي احنا قطعناه. انا هضيف بصل شرايح، وزي ما انتم شايفين انا مقطعه شرايح البصل رفيعه جدا، علشان خاطر الفطاير ديت مش هتاخد معانا وقت كتير في السوا، فتكون البصل يا دوب دبلت كده تدينا طعم كويس. وبعد كده حطيت الفلفل الاخضر وادي الطماطم، وهبدا بقى ان انا اضيف الفلفل الاصفر وكل الخضار اللي احنا قطعناه. ممكن تضيفي نوعين بس من الخضار اللي انت تفضليه واللي انت تحبيه، انا بديكي فكره وانت نفذي اللي انت عايزاه. هنا بقى التلاتة اللي قدامكم دول انا كان عندي شويه فراخ كده قطعتهم وهحطهم كده على الوش. هنستخدم ميكس جبن والفراخ. بالنسبه للحشوه اتحكمي فيها على حسب ما بتحبي، يعني الوصفه او الحشوه اللي تريحك واللي انت تشوفيها اقتصاديه بالنسبه لك جربيها. خلاص بعد كده هضيف بقى الجبنه اللي هي الموتزاريلا على الوش بالشكل ده، وشويه بقى زيتون كده شرايح اسود واخضر. حلو قوي كده. بالنسبه للفراخ انا هحط فلفل، هحط فلفل احمر كده وفلفل اخضر. تمام. دلوقتي بقى ادخلها الفرن على اعلى درجه حراره، وقربت الشبكه من الصاجه بالشكل ده كده. واول ما البيتزا تتحمر من تحت وتاخد اللون اللي انا عايزاه، هولع عليها الشوايه ثواني بس الجبنه تسيح وتاخد لون خفيف جدا. هنا بقى الفطاير دي انا حطيت عليها ميكس جبن شيدر وموتزاريلا ورومي، و12 دقيقة بالظبط كانت الفطاير خرجت معانا وبقت بالشكل الخطير ده. بصوا يا جماعة ريحتها بجد تحفة. هاخد بس عليها كده حاجة بسيطة من ورقة الكزبرة علشان تدينا شكل كويس. الحلو بقى في العجينة دي ان هي طرية كده، بجد ادتني طعم البيتزا اللي بنشتريها من بره بالظبط. اللي هي بقى ايه، لقمة البيتزا الرقيقة اللي في نفس الوقت طرية مش ناشفة معاكي، واخدة طعم لذيذ جدا. العجينة لوحدها طعمها تحفة. وما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، بصوا بقى الهشة من جوه برغم ان هي سمكها مش تخين، بس ما شاء الله فيها كده الخمران وحاجة كده تفتح النفس. دي ما شاء الله الصينية التانية هي كمان خرجتها من الفرن. ما شاء الله كده حاجة تحفة. يا سلام بقى. شفتوا الجمال يا ولاد؟ حاجة كده بجد تستاهل انك تحطي لايك، وانك تشيري الحلقة لأكبر عدد من اصحابك كده، علشان خاطر الحلقة تكبر بكم بإذن الله. ومع السلامة.